أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مع برنامج مصر بكرة. موضوعنا النهاردة موضوع شائك جدا. موضوعنا النهاردة موضوع البطالة. هل تعاني مصر بالفعل من البطالة؟ هل هناك فرص عمل أم لا توجد فرص عمل؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ حلول مبتكرة وفكر جديد لهذه المشكلة من قبل مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة، وده اللي هيكلمنا عنه أستاذ محمود الشربيني وهو المدير التنفيذي لهذا المجلس. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. إيه الخدمات اللي بيقدمها هذا المجلس وما الهدف من هذا المجلس؟ المجلس تم إنشاؤه سنة 2006 بقرار وزاري، والغرض من إنشائه هو إنه يبقى المظلة الموحدة لكافة الخدمات التدريبية اللي بتقدمها وزارة الصناعة للمجتمع. ومن ساعتها الحقيقة هو بيقوم بهذه الخدمة على أكمل وجه، وبيشرف على كافة التدريبات والدورات التدريبية اللي تابعة لوزارة الصناعة وبيدعمها ماليا وفنيا. ومؤخرا من حوالي سنتين ونص اضطرينا ندخل في مجال التشغيل لما لقينا ان المصانع اللي احنا بنخدمها مش قادرة توفر العمالة الماهرة اللي هي بتدور عليها. فاضطرينا ندخل في ان احنا نعمل برنامج قومي، البرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل، علشان ندرب الناس والباحثين والباحثات عن عمل طبقا للاحتياجات الحقيقية والفعلية للمجتمع، لان احنا تجاوزنا هي حدود الصناعة. عمال التدريب الأول كان إزاي يا فندم؟ التدريب الأول كان مرتبط بإن احنا بندرب العمالة الحالية القائمة في المصانع، فبنرفع كفاءة العمالة من مهاراتها علشان نحسن من تنافسية المصانع والشركات بتاعتنا وتحسين الجودة بتاعت المنتج وهكذا. لكن ما كناش بندرب الناس اللي ما عندهمش أي مهارات أو اللي قاعدين في بيوتهم أو اللي قاعدين على القهوة علشان نأهلهم لأن هم يروحوا المجتمع. أصلا ما كانش من ضمن المانديت بتاعنا. فده اللي احنا دخلناه الحقيقه من حوالي 3 سنين. فتقدري تقولي دلوقتي المجلس شغال على 3 محاور رئيسيه. اول محور هو التدريب اللي كان طول عمرنا شغالين فيه، والمحور الثاني هو التشغيل وتوفير عماله ماهره للمجتمع الصناعي، ثالث محور هو توكيد الجوده للعمليه التدريبيه من خلال مناهج معتمده محليا ودوليا طبقا للمعايير الدوليه في التدريب في المجالات المهنيه والحرفيه المختلفه. قدرنا في فتره زمنيه لا تتجاوز السنه لتوفير أكثر من 60 إلى 70 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي فقط من عدد محدود جدا للشركات لا يتجاوز 700 شركة. مع الوضع في الاعتبار أن عدد الشركات الصناعية فقط المقيدة في هيئة التنمية الصناعية تتجاوز 35 ألف شركة صناعية. فلما حضرتك تتخيلي وجمهورنا يتخيل أن في 700 شركة وفروا 70 ألف وظيفة، يبقى الأزمة مش أزمة توفير فرصة عمل. تكلفة هذا التدريب بالنسبة للمواطن وبالنسبة للقطاع الخاص؟ التكلفة بالنسبة للشخص الغير مؤهل اللي قاعد في بيتهم أو اللي قاعد على القهوة ما بيدفعش ولا مليم، ما بيتكلفش ولا مليم في التدريب، وبياخد كمان حافز إثابة يومي عن حضوره للدورة التدريبية كل يوم 20 جنيه، وبالتالي هو بياخد فلوس عشان يعرف كده. اكتشفنا ان في بعض الناس ما همش فلوس مواصلاتهم يجوا يحضروا الكورس التدريبي اصلا، فبالتالي احنا بنصرف 20 جنيه لكل متدرب عشان يجي يحضر، بشرط ان هو يحضر على الاقل 70% من عدد ايام الدوره التدريبيه. وفي بعض المشروعات كمان احنا بنعملها علشان تحفيز رياده الاعمال والعمل الحر. بندرب الشباب والشابات على بعض المهن والحرف، وفي الاخر لما بينجحوا بنديهم شنطه عده او مواد انتاجيه للمهنه والحرفه اللي هم اتدربوها، يقدروا يفتحوا بيها شغل خاص بيهم او يدوا هذه الخدمه لو كانت في الصيانه او صيانه الموبايلات او صيانه التكييفات او صيانه اجهزه كهربائيه في المنطقه اللي هم ساكنين فيها او في القريه اللي هم ساكنين فيها، وبنتكفل بشنطه العده بالكامل من ضمن تكلفه التدريب بتاعتنا. وبالتالي هو في جميع الاحوال هياخد شهاده معتمده من افضل مراكز التدريب اللي موجوده في البلد. وانا بتكلم على جهات كبيره جدا زي هيئه العربيه للتصنيع والانتاج او مراكز تدريب الانتاج الحربي. وانا قاصد اللي اقول الاثنين دول بالذات لان هم الشباب يعلم جيدا مستوى التدريب اللي موجود في الهيئتين دول، والمدربين والمناهج اللي بتدرس هناك على المهن والحرف بالذات في القطاع الهندسي على ارقى مستوى. فهياخد شهاده كويسه جدا، وهياخد بدل انتقال يومي، وهياخد كمان في نهايه التدريب شنطه عده يقدر يبتدي بيها حياته، وبالتالي هو في جميع الاحوال مش خسران. فاتمنى ان دوت يبقى حافز للشباب ان هم يقبلوا على الحصول على هذا التدريب ويدخلوا في مسار الشغل في القطاع الرسمي الخاص اللي ممكن جدا يكبروا فيه دون عوائق اطلاق. عندنا برامج تدريب مختلفة. في برامج تدريب بالنسبة اللي هو برنامج تدريب من أجل التشغيل، ده البرنامج الأساسي عندنا دلوقتي اللي بناء عليه يعني بنتحرك في معظم البرامج التانية. لأن حضرتك عارف إن التشغيل مهم جدا بالنسبة للبطالة اللي موجودة في مصر حاليا. البطالة أنا بعتبر إن هي مش موجودة بالكثرة اللي بتظهر في الصحف أو في وسائل الإعلام المختلفة.
هو اللي موجود ان الناس رافضه لبعض الاعمال الفنيه اللي هي اكتر حاجه موجوده حاليا دلوقتي. فبالتالي احنا بنخش في ما بين في الفجوه اللي موجوده ما بين طلبات سوق العمل والمهارات اللي موجوده عند الافراد اللي هم ممكن تشغيلهم يعني. بندرب الافراد على المهارات المطلوبه بالنسبه للتكنولوجيا المتاحه في السوق دلوقتي اللي بتتغير يوم بعد يوم، وبنجهزهم للطلبات يعني للريكوايرمنتس بتاعت المصانع او الشركات. الاساسي عندنا قلنا هو التدريب من اجل التشغيل، بناء عليه بنتجه لحاجات ثانيه، يعني مثلا بنتجه للمراه على اعتبار ان المراه جزء كبير من المجتمع. المراه بنشوف الاحتياجات بتاعه المصانع من الوظائف اللي بتهتم يعني تختص بيها المراه شويه. معظم مصانع الملابس الجاهزه بتحتاج مراه اكتر من الرجاله. في حاجات وظائف ممكن تعملها المراه داخل بيتها، يعني في عندنا مثلا مشروع او برنامج اسمه برنامج التمكين للمراه. عندها مشاريع ثانيه اسمها وظيفتك جوه بيتك، ان احنا بنحاول احنا نوصل للمراه جوه بيتها ونديها شغل بتعمله جوه البيت وبعدين بترجع تورده ثاني للجهه الرئيسيه. ودي اللي حصل على فكره في معظم دول جنوب شرق اسيا، ان اللي بيحطوا المصنع او بيودوا الشغل للعامل جنب بيته، بحيث ان ايه بيسهل عليه موضوع التنقل والحاجات دي. الشروط اللي بنفترضها للالتحاق بالدورات بتاعتنا اللي بندرب فيها، اول حاجه ان يكون طبعا الملتحق بينا اللي احنا هنقدر ندعمه لازم يكون مصري، يعني دي فلوس دوله، وبالتالي احنا بنشترط ان يكون لازم يكون مصري عشان يقدر يستفيد من الفلوس اللي احنا الدعم اللي احنا بنقدمه. الحاجه الثانيه بنفترض السن من 18 لغايه 35 سنه. ليه 35 سنه بنفترض ان ده السقف بتاع السن بتاعنا؟ علشان احنا بنفترض ان 35 سنه ما فيش حد هيكون وصل 35 سنه ولسه ما اتعلمش ولا مهنه ولا عنده اي مهاره او كده. بيفترض ان هو لازم يكون مره في حاجه، اشتغل مره، اشتغل مرتين، اتعلم حرفه، عمل اي حاجه. لكن بعد 35 سنه طبعا خلاص، يعني انا مش هبتدي اعلم واحد بعد 35 سنه. طبعا لازم بيفترض مش بيشترط، لكن بيفضل يكون انهى الخدمه العسكريه بتاعته عشان ما يبقاش فيه يعني فجوه ما بين ان هو بيتعلمه واللي هيشتغله. ما فيش اكتر من كده. بيجي لنا لو جالنا لغايه عندنا بيمضي على استماره، الاستماره دي بيكون فيها كل البيانات بتاعته، تليفوناته، بكيفيه الوصول اليه وكده. او ان احنا بنعمل حاجه ثانيه اسمها ملتقيات توظيف. ملتقيات التوظيف دي احنا من خلال دراسه السوق بتاعتنا بيبقى عندنا شركات، الشركات دي احنا عارفين ان عندها فيكنسيز او عندها وظائف موجوده متاحه ليها. بنجيب الناس، بنتفق على مكان معين بنقعد فيه وبيتم الاعلان عنها، زي مثلا قاعه المؤتمرات على سبيل المثال، وبيتجي لنا الناس هناك وبيلتقوا مع بعض العرض والطلب قدام بعض، والناس بتشوف الشركات اللي عارضه وظائف، وبنتيجه العرض ده الناس بتتقدم والشركات بعد كده بتاخد لسته، واللسته دي بتصفيها لغايه لما توصل ان شاء الله للي هي محتاجاه. أستاذ محمود، يعني هل هناك اتفاقيات أو شروط تلزم الشركات الخاصة اللي هتساعد في تعيين هؤلاء المتدربين ولا لا؟ الحقيقه السؤال اللي حضرتك طرحتيه سؤال مهم للغايه. انا احب بس اشير الى حاجه مهمه جدا، ان احنا بنتفاوض نيابه عن الباحث والباحثه عن العمل في ان احنا نوفر له اقل ما يمكن من الحياه الكريمه، وبالتالي ده يبرر ان عدد الشركات اللي اتعاملنا معاهم خلال السنتين اللي فاتوا 700 شركه فقط من 35,000 شركه، لان هم دول اللي وافقوا على ال5 شروط الرئيسيه بتاعتهم. وال5 شروط الرئيسيه دول ايه؟ لا يقل الدخل عن 1000 جنيه شهريا، تامينات اجتماعيه وصحيه بعد 3 شهور على الاكثر، انتقالات من والى الشركه او ما يوازيها فلوس، وجبه ساخنه يوميا او ما يوازيها فلوس، ولو كنت هجيب له حد من الصعيد يوفر له مكان للبيت. فالشركه اللي بتوافق على ال5 شروط دول بتمضي معايا على اتفاقيه كده اهوت من البدايه ان انا موافقه على هذه الشروط، فهات لي ناس دربهم لي. فبروح ادرب الناس طبقا للاحتياجات الفعليه لهذه الشركه طبقا لهذا الاتفاق. طيب ممكن واحد يتساءل، طب افرض الشركه بعد ما انت ضربت لها خلت بهذا الاتفاق، خلت بهذا الاتفاق، الا انت دي شركه خاصه وما هتعرف تمسكها يعني. لا، الشركه الخاصه عارفه كويس قوي هي بتتعامل مع مين. بتتعامل مع وزاره الصناعه، اللي هي هترجع لي وهتلجأ لي في تجديد سجل تجاري او اصدار سجل صناعي او دعم صادرات او دعم من مراكز تدريب، فكده كده هيرجع لي تاني، مش هيقدر يهزر معايا. واكتر من كده الحقيقه احنا لم نرى خلال ال3 سنين اللي فاتوا دول شركه واحده، حادثه واحده، ان شركه حضرتك بعت لها شخص مؤهل ومنضبط سلوكيا وما مسكتش في ايده واسنانها. هم مش لاقيين العامل الماهر، وبالتالي اكبر ضمانه انك تودي لهم فعلا عامل ماهر ما يبوظ لهمش الدنيا ويكون عنده سلوك منضبط يقدر يستمر معاهم على الاقل سنه قبل ما يفكر انه يسيب الشركه ويشتغل في شركه ثانيه. فاللي انا باكده
ان احنا بنتفاوض نيابه عن الباحثين والباحثات عن العمل في توفير هذه الحياه الكريمه، وبنمضي مع هذه الشركات العقد المسبق قبل ما نبتدي تدريب للشباب اللي هيشتغلوا في هذه الشركات، ويبقى عقد الشركه متعلق قدامه على المكنه وهو بيتدرب. فانت بتقول له انت لو نجحت في هذا التدريب هتروح للشركه اللي انت شفتها بعينك وموافق عليها بالمرتب الفلاني في المهنه الفلانيه. اسمي مي محمد، عندي 27 سنة، بكالوريوس تجارة. عرفت عن طريق صاحبتي إن في حاجة اسمها مجلس التدريب الصناعي. عملت سيرش على النت ورحت قدمت في برنامج القومي لإدارة التدريب من أجل التشغيل. عملوا معايا مقابلة شخصية، وبعد كده اتصلوا بيا خلال 3 أيام. رحت اتدربت لمدة أسبوع، رشحوني لوظيفة خدمة عملاء. نزلت اتدربت لمدة أسبوع، وبعد كده اشتغلت بمرتب 1200 جنيه، ومتأمن عليا تأمين اجتماعي وتأمين طبي. محمد عطا، عندي 31 سنة، بكالوريوس زراعة. كنت بشتغل في احد شركات الاغذيه، بس كنت عايز اوصل لمرحله اكبر، او عايز اتطلع لان انا اخد منصب اعلى وابدا ارتقي في المستوى الوظيفي بتاعي. خلال التحدث مع بعض الزملاء ليا، زميل رشح لي من خلال المجلس التدريب الصناعي. مجلس التدريب الصناعي قال لي ان هو بيقدم دورات تدريبيه في برنامج تدريبي هناك بيأهلك ان انت تحصل على وظيفه كويسه. وانا حاليا دلوقتي بشتغل مساعد مدير مطعم في احد السلاسل الكبرى في مصر، ومرتبي اكتر من 1500 جنيه الحمد لله. بدعو كل الشباب اللي موجود، سواء كنت مؤهل عالي او مؤهل متوسط، طور من نفسك علشان تقدر تاخد الفرصه اللي انت عاوزها. كل ما تطور من نفسك تقدر تشتغل الشغلانه اللي انت تبقى عندك المقومات بتاعتها. كل ما تتعب ربنا ما بيضيعش تعب حد يعني. انا عايز اطمن بس اهم حاجه الشباب اللي هو يعني ما بيحبش يشتغل في القطاع الخاص ويقول لا ده مش هينفع اكمل فيه، هيمشونا بسرعه، هيلووا دراعنا والكلام ده. انا عايز اطمنه ان احنا موجودين كضامن رئيسي لوظيفه محترمه. وانت وشطارتك، لو انت شاطر كفايه وتعلمت كويس وعندك طموح كفايه واثبتت نفسك في الشغل اللي انت ابتديت بيه، دي مجرد بدايه، ومن حقك ان طموحك يبقى اكبر من كده بكتير، اكبر من 1000 و2000 و3، بس اشتغل ودي بدايه. والقطاع الخاص بيقدر كويس قوي اللي يديله. فانت لو انت اشتغلت مثلا في الحكومه وتقعد بعد 10 15 سنه هتلاقي مرتبك زاد 50%، لكن في القطاع الخاص انت ممكن لو بقيت شاطر بعد 3 4 اشهر تاخد ضعف وضعفين مرتبك، ومحدش هيفرط فيك، ويبقى لك سمعه واسم في السوق، ممكن كذا شركه تخطفك من مكانك. فانت وشطارتك، وحط في بالك ان دي مجرد بدايه، ابتدي بيها، وبعد ما تبتدي انت وطموحك هتوصل ان شاء الله اللي انت عايزه. في نهاية حلقتنا بشكركم أعزائي المشاهدين، وبنوعدكم إن احنا هنستكمل هذا الملف من أجل النهوض بالوطن، ومنتظرين كل استفساراتكم، كل اقتراحاتكم وشكواكم للوصول إلى المسؤولين وتوصيل هذه الشكاوى، وأيضا محاولة الوصول لحلول. كل ده على فيسبوك البرنامج مصر بكرة على الأولى. إلى اللقاء وحلقة جديدة. مصر يا قلب عينيا أبيض زي الفل، قلب كبير طريق ويحب الخير للكل. مصر 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 يا أطهر قلب. بشرة خير لكل المصريين. دلوقتي